من الأردن. فنون القتال المختلطة غيرت حياته بكل تفاصيلها، فكل لحظة من وقته وتفكيره تدور حول الMMA. صحيح أنه يملك قلبا طيبا، ولكنه يعرف جيدا أن الطيبة لا تنفع أبدا في الحلبة. أيها المقاتلون، احذروا من الطيب إذا غضب. أحمد أنصاري. راح أقاتل عبد المالك مرتضى من السعودية، ما بهتم بإيش هو جاي لأني راح أنهي المباراة على كيفي. عبد المالك أحسن لك تكون جاهز لأني جاي أخلص. لنقابل المقاتل الخصم من السعودية، مقاتل شاب قادم بلقب صقر العرب وبحزام أسود في الجوجيتسو اليابانية وخبرة 4 سنوات في المويتاي. ومع أنه ما زال في 20 من عمره، لكن لديه مفاجآت كثيرة لخصومه في الحلبة، ومصمم على إحراز الفوز لبلاده السعودية. عبد الملك المرضي. راح يكون نزالي مع أحمد من الأردن، واللي أحب أقول له يعني ما أحب الكلام الكثير، ولا يعني البعض يحب يتكلم. أنا أقول له إن شاء الله اللي تشوفه مو اللي تسمعه. الواعد الكاج يا أحمد. صغار بالسن، 21 سنة عبد المالك من السعودية، 21 سنة أحمد الأنصاري. تبدأ هنا المباراة على لكمة سريعة من الأنصاري، سوبرمان بانش سريعة وخطافية ولكمات تالية من اللاعب أحمد الأنصاري. محاولة لإسقاط اللاعب أحمد الأنصاري، يحاول إسقاط عبد الكريم مرضي، وردة فعل سريعة من عبد الكريم مرضي. محاولة متتالية، ردة فعل سريعة الآن من عبد الكريم وأحمد الأنصاري. مباراة مثيرة، يا الله على هذه المباراة المثيرة. إسقاط ولكمة سوبرمان بانش سريعة محمد، والآن اللاعب أحمد الأنصاري في غلقة السيطرة الكاملة، واللاعب عبد الكريم مرضي ممسك برأس اللاعب أحمد الأنصاري بالشرط الأصفر. يحاول الوقوف الآن، يحاول الوقوف عبد الكريم مرضي، ولكمات على وجه اللاعب أحمد الأنصاري. أحمد الأنصاري ممسك بخصر، والآن يحاول أخذ الظهر برجل واحدة. عبد الكريم عبد المالك مرضي يسقط أحمد الأنصاري على الأرض، ويحاول الآن ضربات باليد اليمنى من على الأرض، بس ما راح تكون فعالة محمد من هالجهة. عمار، المفروض أو نشوف أنه ممكن يكون أحمد الأنصاري هو صاحب الأفضلية في الأرض، لكن يبدو لي أن عبد الملك أيضا يجيد بعض الفنون الأرضية. عبد الملك يلعب مثل ما قال حمزة الجوجوتسو اليابانية. الآن حركة نصف الإغلاق خلفية هذه المرة من أحمد الأنصاري، وعبد المالك مرضي الآن يسيل كل من اللكمات، ممسك برأس أحمد الأنصاري بالشرط الأصفر. والآن خروج من هذا، والسيطرة الجانبية الآن أحمد الأنصاري الآن فوق في السيطرة الكلية للاعب عبد المالك مرضي. مباراة حلوة، مباراة بين لاعبين صغار السن مثيرة هنا على الMBC أكشن. يحاول الآن الخلق باستخدام الرجل. السيطرة الآن، مباراة سريعة محمد، مباراة سريعة جدا، لكن نوعا ما فيها الأنصاري الآن سيطرة جانبية من أحمد الأنصاري على اللاعب عبد المالك مرضي محمد. والآن عبد المالك يحاول وضعه في الهاف جارد أو نصف الإغلاق. والآن السيطرة الجانبية الكلية للاعب أحمد الأنصاري بالشرط الأصفر. يا الله، عبد المالك الآن يحاول القلب ولكن لا يستطيع. يرجع مرة ثانية إلى الإغلاق الكلي لتفادي السيطرة الجانبية. حلوة، حركة حلوة من عبد المالك. الآن سيمنا اللكمات على أحمد الأنصاري، الجمهور يتفاعل مع اللكمات، وعبد المالك يسيطر على رأس أحمد الأنصاري لتفادي اللكمات.
في الإغلاق الكلي هنا محمد. طبعا نشوف عبد الملك يحاول يمسك راس اللاعب احمد الانصاري على اساس الحكم يوقفهم مره اخرى الى الوضعيه الافقيه وبتفادي اللكمات، لان اللكمات جانبيه مش فعاله من هالمنطقه. عبد المالك مرضي الان يحاول قلب احمد الانصاري، يخرج من الاغلاق الكلي الى نصف الاغلاق ويحاول الان الخروج الى السيطره الجانبيه لسيل، يحاول انه يشيل لكمات على اللاعب عبد المالك. دقيقه و36 ثانيه هنا في ديزرت فورس الجوله الثانيه. عبد الملك الان في نصف الاغلاق الكلي، احمد الانصاري الان يحاول الخروج وعبد الملك يحاول القلب، ولكن الوضع على ما هو عليه، لكمه جانبيه من الوضع العلوي. لكمات الان دقيقه و14 ثانيه. احمد الانصاري يحاول الخروج من الاغلاق، نصف الاغلاق، يريد السيطره الكليه الجانبيه لتتيح له ان يسيل لكمات. الان حصل عليها الى السيطره العلويه للاعب احمد الانصاري. الان يحاول السيطره، يحاول وضع الركبه على ذراع ويحاول سيل اللكمات. عبد المالك يحاول الهروب. يستخدمها احمد بتقييد الذراع او الكوع على الوجه. احمد الانصاري الان في الوضع العلوي الكلي وعبد الملك يحاول الهروب. 33 ثانيه في الجوله الاولى من بطوله ديزرت فورس. الجوله الثانيه هنا على الام بي سي اكشن. احمد الانصاري يلكم لكمه يمين، والان عبد الملك يقلب احمد الانصاري الى الوضع الاغلاق الكلي عكس تام، والان محاوله لتقييد الذراع من اللاعب احمد الانصاري. تقييد الذراع جميله جدا. عبد الملك الان يرقم اللاعب على الارض. استسلم. اذا استسلم الانصاري، يتفوق على اللاعب عبد الملك. الجوله الاولى فاز اللاعب احمد الانصاري بحرب التبديل. مبروك عليك الفوز احمد، مباراة جميلة، كان السجال بينك وبين عبد الملك، يعني تناوبتوا بين الحركات، هو يقلب وانت تقلب، يعني انتهت المباراة بالارمبار او كيف وصلت الى هذه الحركة؟ الصبر، استنى تيجي الحركة. شوف الإعادة وخبرنا، شوف الإعادة عشان تتذكر. مد ايديه كثير، معطيني ايديه، بالضبط اعطيني شيء باخذه. زين، شو سر القبعة اللي لابسها؟ هل لها معنى؟ لا بحبها بس. إذا أحمد الأنصاري جمهورنا الكريم يفوز باركولا. ألف مبروك للاعب أحمد الأنصاري من المملكة الأردنية الهاشمية. بعد الفاصل سنتابع محمد آرتي من الكويت وعزيز جليدان من السعودية، وتذكروا أننا سنعرض لاحقا أهم مباريات الليلة في الحدث الرئيسي بين إبراهيم الصاوي من مصر وهاشم الخاغا من الأردن. ابقوا معنا، هذا القتال سيكون ناريا. أنغامي آب، استمع لأكبر مجموعة